عايزين يطلعوني من جوزي عشان ما بقاش. نبدأ قصتنا بالصلاة على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حبيبي يا محمد يا رب. القصة بتقول ايه؟ بتقول ان انا واحدة متربية في عيلة متوسطة، الحالة ماشية الحمد لله ومستورة. انا حيلت ابويا وامي، ما دلعونيش، بالعكس عرفوني ازاي اقدر اعيش على اللي معاه وازاي اقدر اعيش ولا على اللي معهوش. يعني ايه؟ يعني في ايام ما كانش معانا فلوس في البيت كنا بنقضيها اي حاجه، وفي ايام ربنا كان بيفتحها علينا جدا الحمد لله، كانت الدنيا بتبقى حلوه معانا. يعني اتعودت على ده واتعودت على ده. المهم ابويا علمني تعليم متوسط، هي شهاده متوسطه بس ممكن اشتغل بيها. قلت له بقول لك ايه يابا لو سمحت، انا عايزه لازم اشتغل. قال لي يا بنتي هتتبهدلي. قلت له لا مش هتبهدل ولا حاجه، ان شاء الله هيبقى خير. قال لي لقيت شغلانه؟ قلت له انا هدور لسه. جت واحده صاحبتي قالت لي في شغلانه في الحته الفلانيه كويسه تشتغلي. قلت لها لو المكان كويس ومحترم اشتغل، ما فيش مشكله، الشغل مش عيب. رحت اشتغلت معاها، وقفت في مكان كده محل يعني، بقيت اقابل الناس وابيع لهم، واشتغلت. والراجل بتاع المحل عجبته. ليه؟ اول حاجه انا امينه الحمد لله، محافظه على شغلي. كل يوم اروح شغلي في ميعاده واروح في ميعاد في ميعاد الشغل ما ينتهي، واساعد امي في البيت. وعني واخده على كده يعني خلاص خدت على الشقه. قعدت شغاله حوالي 3 سنين 4 سنين تقريبا في الحاله دي، لحد ما في يوم جه واحد يشتري مني حاجه في المحل، انسان كويس ومحترم وشكله متدين، كان عايز حاجه لمامته في عيد ميلادها يعني. فانا اخترت له حاجه طرحه كده جميله ولذيذه كده. قلت له ممكن دي لمامتك. قال لي طب والله ذوقك حلو، طب والله ناخدها من وشك. قلت له ربنا يخليك، شكرا الف شكر. حب يديني تبس وكده، انا ما رضيتش، انا ما باخدش حاجه من حد الحمد لله، لاني شايفه لو خدت الحاجه دي معناها اللي بقل من نفسي. انا فقيره وعلى قدي، بس الحمد لله عندي عزه نفس. عجبته قوي في الموضوع خد الحاجه ومشي. بعدها باسبوع لقيته جاي تاني عايز ياخد هديه تاني. قلت له لمامتك؟ قال لي لا لاختي. قلت له حاضر، عندها كام سنه؟ قال لي. جبت له الحاجه المناسبه ليه، عرض عليا تاني. قلت له حتى مش كنت هنا من اسبوع وانا قلت لك ما باخدش من حد، هو انت عايز تهني وخلاص؟ قال لي لا انا اسف والله انا بس نسيت. قلت له حضرتك ما تنسى، انت تنسى انا ما بنساش. قال لي خلاص يا بنت الناس. المهم خلاص مشي. انا خلصت شغلي وانا خارجه لقيته واقف قدام المحل، فبيقول لي بقول لك ايه. فببص كده قلت له ايه حضرتك، مش انت كنت عندي النهارده؟ قال لي اه. قلت طب، قال لي طب ممكن اوصلك؟ قلت له حضرتك انا ما بروحش مع حد. انا ما بروحش مع حد. ليه؟ ايه المشكله ما انا اوصلك؟ قلت له لا شكرا جدا حضرتك، المواصلات كتير والميكروباصات مفيش اكتر منها. المهم خدت بعضي ومشيت وسبته وكبرت دماغي منه، وما فكرتش هو يعني اكيد انا واحده في محل اكيد هلاقي الوحش وهلاقي الحلو، وده اللي في دماغي. بس انا الحمد لله ولا امشي كده ولا امشي كده، اللي يمشي كده مفيش احسن منه. المهم عدى يوم التاني التالت حوالي 5 ايام تقريبا، ولقيته جاي المحل تاني. فبقول له حضرتك عايز هديه لمين المره دي؟ قال لي انا عايز عايز الهديه الكبيره اللي محدش هتاخدها غيري. فبقول له هديه كبيره؟ ايه حضرتك في المحل عايزه؟ قال لي انت. قلت له يا فندم انت بتقولي لحد بتقول ايه؟ قال لي اهدي بس وكلميني، ما تسرعش في الكلام، انا عايزه اتقدم لك. تقدم لي انا؟ انا فلان الفلاني شغال كذا وعندي كذا وصاحب شركه وعندي وده الكارت بتاعي، اديه لباباكي وقولي له وخليه يسال عليا، لو انتوا وافقتوا ان انا اجي لكم البيت انا هاجي لكم البيت. بصيت له كده وسكت. قلت له طب خلاص ماشي حاضر. قال لي انا هديكي مهله 3 ايام وترد عليا، ورقم التليفون في الكارت. قلت له ماشي اوكي شكرا. خدته ورحت لابويا قلت له بقول لك ايه يابا، ده جاي يتقدم لي. قال لي مين ده يا بنتي؟ قلت له ما اعرفش يابا، حته واحد ما شاء الله عليه، عنده عربيه وعنده. راح ابويا رد كلمه وقال لي يا بنتي مش بالعربيات وباللي عنده، احنا عايزين واحد يتقي ربنا فيكي، ان شاء الله حتى فقير، ان شاء الله حتى بيبيع كرات، بس يكون يتقي ربنا فيكي، انا ما يهمنيش كل الكلام ده كله. قلت له خلاص يابا اسال عليه لو كويس مفيش مشكله يابا. قال لي خلاص يا بنتي. المهم ابويا سال عليه فعلا، جه قال لي على فكره يا بنتي كل الناس بتشكر فيه، كل الناس بتقول بتقي ربنا، حتى في شغله بتقي ربنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا بقى انا اللي هكلمه مش انت. راح ابويا اتصل بيه الو ايوه يا فندم مين حضرتك؟ قال له انا ابو فلانه اللي في المحل اللي انت عايز تتقدم لها. اهلا وسهلا ازي حضرتك مش عارفه ايه. قال له تعالى احنا مستنيينك، بس قبل ما تيجي انا اسمي كذا كذا، ساكن في الحته كذا، حالتي كذا كذا، شقتي كذا كذا، هتيجي على نور وهي دي حياتنا وعيشتنا، وقبل ما تيجي يا ابني
اسال واستفسر، عشان ما تجيش عندي بيتي ويحصل موقف ملوش لازمه هتلاقي مني رد فعل يزعلك. لا يا حاج انا مش كده ومش عارفه ايه والكلام ده كله. المهم جاب والده وجه دخل احنا بيتنا على قدنا، وقدمنا الحاجه اللي على قدنا. بصراحه ناس كويسه جدا، ما فرقش معاهم اللي احنا عايشين فيه، ما فرقش معاهم اي حاجه خالص. وتقدم لي والدي والحمد لله ابويا وافق عليه والدنيا مشيت. بصراحه جاب لي اللي ما كنتش احلم بيه، جاب لي شبكه ما اقولكوش، جاب لي شقه حلوه قوي في مكان حلو جدا ما حلمتش بيه، عمل لي فرح انا ما حلمتش بيه بصراحه، ولا كان في خيالي فرح زي ده. المهم اتجوزنا والحمد لله الموضوع تم على خير. المهم دهب بقى يجيب لي دهب زياده، هدوم يجيب لي زياده، فسح يجيب لي، دي اماكن انا عمري رحتها قبل كده، اكلني اكل انا عمري ما اكلته قبل كده ولا شفته. عيشني معاه احلى عيشه، احلى عيشه شفتها معاه. يعني اول سنه في حياتنا دي كانت سنه ما اقولكوش ما حصلش فيها خلفه، بس هو ما فكرش في الموضوع ده. قلت له ما فكرش في موضوع الخلفه، قال لي سيبيها ربنا هيسيب في اول سنه، نصبر على نفسنا شويه، ما حصلش نروح نكشف تاني سنه مش مشكله. فجاه في يوم لقيته جاي حزين قوي ووشه غامق، بقول له مالك في ايه؟ هو لسه بيتكلم راح وقع من طوله. قعدت اصرخ مش عارفه ايه كده، جم شالوه معايا والبواب جه شالوه معايا ودخلناه على اوضته وجبنا الدكتور وكده ايه، والحمد لله ضغطه عالي شويه. فبقى عرفت منه ان هو خسر كل حاجه، دخل مشروع جابه على الارض. انا حزنت عليه قوي قوي. المهم ايه، ابويا من نوع ايه اللي بيروح يسافر كده اماكن ويرجع تاني، ده نظام شغله. امي عرفت جت جري، عرفت ان جوزي تعبان، ما عرفتش ان جوزي معهوش فلوس فلس. المهم قعدت شافته وقعدت معايا، يا بنتي ايه اللي حصل؟ حكيت لها، قالت لي يا لهوي قومي هاتي دهبك وتعالي. اقول لها تعالي فين ياما؟ قالت تعالي عندنا في البيت. اقول لها ازاي اسيب جوزي بالمنظر ده؟ جوزي تعبان وساب كل حاجه. قالت لي ماليش دعوه يا بنتي، هتعيشي ازاي؟ هتعيشي في الفقر، ما هو ساب كل حاجه. قلت لها ايه المشكله؟ ما انا عشت معاه في الحلو اعيش معاه في الفقر. قالت لي لا. طب مفيش حاجه اسمها لا يا ام، في حاجه اسمها لا. قالت لي خلاص هكلم ابوكي. قلت لها كلميه بس انا مش هسيب جوزي، انا مش هسيب جوزي. قالت لي خلاص تحرمي عليا، وخدت بعضها ومشت. لما مشيت طبعا ايه ابويا ايه جه لسه ما جاش من السفر، جوزي بيقول لي في ايه؟ قلت له ما فيش حاجه. قال له امك مالها؟ قلت له ماليش، ده زعلانه عشانك ان انت تعبان وكده ومتضايق عشانك. قال لي والله انتوا عيله كويسه واصيله. قلت له ربنا يخليك يا حبيب قلبي. المهم عدى يوم التاني التالت الرابع، طب بيكلمني تعالي يا بنتي انا عايزك. قلت له يابا طب ما ينفعش جوزي تعبان. قالت لي معلش استاذني منه وقول له ايه ان امي تعبانه، بس تقولوش ان انا جيت من السفر. قلت له حاضر. قلت له بقول لك ايه؟ قال لي قلت له امي تعبانه راح ابص عليها. قال لي طبعا تروحي تبص عليها. قلت له بس مش عايز اسيبك لوحدك. قال لي انا بيت كويس روحي انت بس. خدت بعضي ورحت لمين؟ لابويا. ابويا بيقول لي بقى ايه يا بنتي الحوار؟ قلت له الحوار مفيش، هو خسر كل حاجه وامي عايزاني اسيبه واجيب الذهب. هو الذهب ده مش هو اللي جايبه؟ هو انا اصلا داخله له بذهب يابا؟ قال لي لا. طب ايه اللي حصل بقى؟ قال لي انا معرفش، بس انتي عايزه تسيبي جوزك؟ قلت له لا مش عايزه اسيب جوزي. اسيب جوزي ليه يابا؟ واحد عايشني في العز، واحد عايشني في كل حاجه حلوه، اسيبه عشان خلاص كل حاجه راحت من عنده؟ وكمان بتقول لي الذهب، ذهب ايه يا ام؟ هو الذهب انا اللي جايباه؟ بقول لك ايه تحرم عليا. مش تحرم عليا. قلت له احرم عليكي يما، احرم عليكي عشان عايزه اقف جنب جوزي؟ لا انا مش هسيب جوزي، هعيش معاه الحلوه مره. وبعدين ياما عشنا هنا في ولا مفيش يوم يوم او يوم لا. ايه المشكله؟ يعني انا متعوده على كده. هو انا اصلا مولوده فوقي معلقه ذهب؟ معلش يابا حقك عليا. قال لي يا بنتي عندك حق. قلت له دلوقتي اسيبه جوزي؟ قال لي لا ما تسيبهوش. امي مسكت خناق ابويا، قال لها على فكره انت تخاف منك، انت تخاف منك، لو فضلتي على الحال ده انا اللي هطلقك، انت مش هخلي بنتك اللي تطلق. تطلقني يعني ايه يعني تقول لها يعني طلق؟ لا يابا الموضوع ما يوصلش لكده، ما طلقش امي، ما ينفعش الكلام ده يحصل، وانا مش عايزه جوزي يعرف ان امي عملت كده. ما يعرف ايه المشكله؟ قلت له الراجل بيعزك، الراجل بيعزك وبيحبك وبيقدرك. الراجل لما كان معاه ما كانش بيستخسر فيكي حاجه، اللي انت لابساه في ايدك ده هو اللي جايبه لك هديه في اعياد الام وغير اعياد الام كمان. انت بتعايريني طبعا ما يعيركيش، ما يعيركيش يما. لازم نعرف ان الشخص ده له فضل برضه علينا. معلش يابا حقك عليا. قال لي يا بنتي عندك حق، انا ما بعترضش على اللي انت بتقوليه، وبعدين انت عايشه تعيشي مع جوزك عيشي مع جوزك، انا مش هقول لك لا. قلت له امي بقى. المهم قال لي روحي لجوزك يلا وانا هبقى اجي ازوره. قلت له ماشي. خدت بعض ورحت لجوزي. امك عامله ايه؟ قلت له الحمد لله. حتى ابويا جه وقال لي هيجي يبص عليك. قال لي ينور. جوزي بصراحه
المهم جبت له الذهب بتاعي، قلت له خد ذهبك اهو، اعمل بيه اللي انت عايزه. ما كانش عايز ياخده، قلت له ما ينفعش ما تاخدوش، ده قرشك وتعبك، وكده كده احنا جايبينه قرش متشال. هو الذهب ده ايه؟ الذهب ده لو اتزنقنا هنبيعه. خد فلوسك وشوف ايه، اعمل ايه من الاول. وبسم الله ما شاء الله الذهب كتير كتير يجيب قرش حلو، والذهب غالي اليومين دول. من هنا لهنا وكشاطر. المهم اديتهوله. الجرس باب بيرن، لقيت ابويا دخل. تفضل يابا. دخل عامل ايه يا ابني، اخبارك ايه، الف سلامه عليك. مش الف سلامه عليك. قلت له. قال لي الله يسلمك يا ابني. المهم سلم على ابويا وهو سلم عليه وقعدوا مع بعض ومش عارفه. ابويا ما قالوش اي حاجه وخد قعدته ومشي. وانا بوصل ابويا قال لامك مش هجيلك تاني. قلت له بص يابا انا مش هقول لجوزي حاجه. قال لي خلاص يا بنتي ربنا يهدي. المهم امي فضلت مقطعاني. جوزي يقول لي يا امك مالها ما بتجيش لي زي الاول، معلش مشغوله مش فاضيه. يا عم سيبك في ايدي يعني، تيجي تعمل ايه امي، سيبها. قال لي مش مستغرب يعني. المهم جوزي خد الذهب وبدا يشتغل تاني من جديد. الموضوع بقاش زي الاول، بس الحمد لله بدا الموضوع يمشي. بقى يمشي واحده 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 لحد ما جوزي ايه بدا يقف على رجله الحمد لله. لقيته جاب لي اول غويشه. قلت له ليه كده؟ خليها دلوقتي. قال لي لا ده دين عليا لازم اديهولك. قلت له ده من فلوسك يا بابا، ده من فلوسك، مش انت بتتضايق من فلوسك، دي فلوسك. في راجل كده؟ ما فيش راجل كده طبعا. قال لك فين انت وقفتي جنبي في اللي انا فيه، وكتر خيرهم اهلك لو حد غيرهم. قلت له حد غيرهم ليه؟ هو انت فاكر واخدني في بقي معلقه دهب؟ طب ما انا واخده على كده، واخده على اللي فيه يوم ويوم ما فيهوش، فايه ربنا هيعديها من عنده. قال لي طب خلاص ماشي يا حبيبتي. المهم الموضوع عدى الحمد لله، والدنيا بدأت تمشي، وجوزي بدأ يقف على رجلي، وامي عرفت بدأت ترجع لي تاني. يعني انت ياما راجعه عشان بقى معاها فلوس؟ طب ماشي، انا بقى هخليه ما يجيبلكيش قشايه. جه عيد الام وعايز اجيب لها هديه. قلت له لا، بقول لك ايه، هات انا اجيب لها الهديه انا، وانا هوديها لها. خدت الفلوس ورحت شايلاها، ما اديتلوش، ما جبتلهاش حاجه. هي امي بس ما جبتلهاش حاجه. تتصل بيا امال يعني عيد الام وجوزك ما جابش حاجه زي كل مره. قلت لها بقول لك ايه ياما، جوزي مش هيجيب حاجه بعد كده. يعني ايه؟ قلت لها يعني مش هجيب حاجه بعد كده. جوزي اللي انت كنت عايزاني اسيبه وهو معهوش وربنا الحمد لله فرجع عليه، مش هيديك حاجه. وعلى فكره هو اداني فلوس معايا، وانا اللي مش هجيب لك. تعملي كده في امك؟ قلت لها اعمل كده في امي. وقولي لابويا الكلام ده على فكره. عايزه تعرفيني عشان انا بنتك مفيش مشكله، مش عايز تعرفيني عشان خاطر الموضوع ان انت عايزاه ياما. بس انا برضو هسال عليكي عشان وصل الرحم، عشان ربنا امرني بكده ناحيتك. لكن ان انا اخلي جوزي يجيب لك حاجه تاني، انسي ياما. اتخانقت معايا وقفت السكه في وشي. براحتك اقفلي السكه في وشي، اعملي اللي انت عايزاه، لكن انا برضو هفضل مع جوزي وفي ظهر جوزي ومش هجيب لك حاجه. اشتكيت لابويا، ابويا قال لها عندها حق، اللي انت عملتيه مش شويه. طبعا كل ده جوزي ما يعرفش اي حاجه ومش معرفاه، برضو قايله له اهلي عاملين ازاي وشايلينك ازاي، عشان ايه برضو ما ينزلش امي من نظره، دي مهما كان امي. بس في نفس الوقت ما بقتش اجيب لها حاجه. بقاش تسال عليا، اتصل بيها ما تردش عليا. بقيت اسال ابويا امي عامله ايه يابا، يقول لي كويسه. طب سلمني عليها عشان برضو ما اقطعش معاها. هي اللي قطع معايا عشان موضوع الهديه. ليه ياما؟ ليه تعملي كده؟ انا مش فاهمه. يعني هو المفروض الام دي تقول لبنتها اصبري عيشي مع جوزك ما دام الراجل كويس، لكن ما دام معهوش ما يلزمناش. ليه ما يلزمناش؟ ليه؟ هي دي بقى امي. هل انا كده غلطت مع امي؟ هل انا غلطت في اللي عملته معاها؟ يعني جوزي معاه عايزه منه واعيش معاه، جوزي معهوش سيبي يا بنت وطلعي مني طفش جنبه. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ انا شايفاه ايه ما ينفعش. انا شايفه ان انا جنب جوزي كويس وانسان كويس ومحترم وما خلانيش عايزه حاجه الحمد لله. ولما اتفرجت عليه رجع تاني جاب لي اللي انا عايزاه. لكن انا مش هديها حاجه، انا مش هدي امي حاجه، وفي نفس الوقت ما عرفتش جوزي. بس هل انا كده غلطانه؟ هل انا كده عملت يعني، هل انا كده يعني عصيت ربنا في امي؟ يعني انا مش عارفه. بس انا بس بودها وبسال عليها، بس هي مش عايزه ترد عليا، مش عايزه تكلمني، عايزه ارجع زي بقى الهدايا ومش الهدايا والكلام ده كله. انا كده غلطانه؟ بصراحه انت مش غلطانه، واللي انت عملتيه ده صح. ودي امك ما ينفعش ما توديهاش طبعا، خليكي زي ما انت بتوديها وديها. لكن مؤاخذه في الكلمه، امك انسانه طباعه
ما تزعليش مني، حقك عليا، انا اسفه. هي فعلا طماعه، طماعه وعايزه حاجات كتيره جدا. مفيش ام بتخرب على بنتها، ده اللي اقدر اقوله. وخليكي زي ما انت، وانت كده صح. ربنا يا بنتي يا بنتي، ربنا يا رب يوفقك ويرزقك ويهديلك جوزك، وانت كده صح، ما تديش امك حاجه. ده رايي انا كمان. سلام.